وهنبتدي في سريع لان انا عارف الوقت. المجموعه الثانيه هتبتدي تشرح. يطلع الفريق بعد اذنكم. وكم فريق حسام؟ كم فريق؟ هم 4 فرق 4 وزارات. الفريق يعرف عن نفسه وفي السريع 10 دقايق بس بالظبط. وبرضه الامتي بلوتس، يعني المنطقه فيها كثافه عمرانيه كتيره فبالتالي مفيش امتي بلوتس. وجرين اريا برضه المنطقه ما فيهاش جرين اريا كتير ومناطق مفتوحه. وعملنا في الماكرو اناليسيس للمبنى بتاعنا الهيستوريكال والكالتشر اناليسيس، وعملنا للبلانات القديمه وللواجهات، حللنا الواجهات ونسبه الفتحات، وعملنا سوات للمبنى بتاعنا عبد الرحمن تيمور. ليه اخترنا المبنى ده بالتحديد؟ بسبب الأهمية التاريخية الموجودة للمبنى من أيام ما كان في العصر الملكي لحد الفترة الحديثة. أهم المعلومات عن القصر هما حيدر باشا، مبنى تراثي من الفئة دي. علاقته بالمشروعات الحالية. بعد ما كنا الموقع بمميزاته ومتطلباته بدأنا نحط البروبوزلز ونقارنهم بحيث نشوف ايه الأنسب خصوصا من الايكونوميكال اسبكت. ازاي نشد المستثمر؟ كان أنسب اختيار هو المالتي بيرد سنتر اللي بيضم سبيسز مختلفة زي الايفنت ستورز ومجموعة من الاوفيسز اللي بيتم تأجيرها. دلوقتي سندس هتتكلم باستفاضة أكتر عن البروبوزل. طيب ماشي.